عمرك تخيلت ان المصفى القديمة دي ممكن تكون اغلى من الذهب؟ ارميها في الطاسة وقلبيها بالشكل ده وهتشوف المعجزات اللي هتحصل. الفكرة دي يا جماعة حرفيا غيرت حياتي بجد، ووفرت عليا مجهود السنين. مكنتش مصدقة النتيجة غير لما جربتها بنفسي. هنسمي ونصلي على الرسول وهنشوف مع بعض كده هنعمل ايه. عندي هنا حوالي 400 جرام لحمة كان عندي في التلاجة، وعليهم حتتين من الدهنة. ففكرت وقررت ان انا اعمل حاجة حلوة جدا بيها. قطعتهم صغير وحاولت اجيب كده الكبة بتاعتي، مع انها المفروض للخضار مش للحمة. فحاولت اقطعهم صغير واحطهم في الكبة. اضحك عليكم واقول لكم انا فرمتهم في الكبة، ما فرمتش معايا خالص. تمام. هنعمل ايه طيب لو مش عندنا الكبة او حاجة، او اللحمة مش عايزة تتفرم؟ هتجيبي مثلا حتة خشبة تكون جامدة. تمام. وبعد كده زي القرمة بتاعت الجزار. مفيش ناس كتير عندها طبعا القرمة بتاعت الجزار دي، بيبقى عندهم قطاعة الخشب. تمام. وبعدين بتجيبي حاجة كده بقى تحطيها عليها تغطي بيها الخشبة دي نفسها، او القرمة او بتاعة التقطيع، وتجيبي كده سكينة وتقعدي تخبطي على اللحمة، هتلاقيها اتفرمت معاكي. انا اخدت بصلاية حمرا وبصلاية اي نوع بصل عندك، احمر ابيض، هتاخديه كده تفرميها. دي فرمناها في الكبة بقى، نعصرها بقى. تمام. هنعصرها في مصفى او كده بايدينا جامد. هناخد بس التفل بتاع البصل، والبصل مية البصل دي يا جماعة في التتبيل اللحمة والفراخ. مقولكوش لو هتشووا احفظيها كده في الفريزر وتحتاجيها لما تيجي تشوي فراخ تشوي لحمة. تبليها بيها مع شوية الليمون وخل وطماطم وكده وزبادي. احلى تتبيلة خطيرة ممكن تاكلها في حياتك، بمية البصل ومية الطماطم وتوم وزبادي وملح وفلفل وبابريكا ومعلقة زيت. دي تتبيلة جامدة. فبعد ما قطعت البصل كده وصفيت واخد المية بتاعته، طبعا مش هرميها. تمام. على جنب كده. ومية البصل دي كمان مفيدة للشعر، حلوة جدا للناس اللي شعرهم بتتساقط. ممكن كمان ياخدوها ويستخدموها للشعر. ريحته قوية بس مفيد جدا. تمام. بعد ما فرمت البصلايه بنفس انا قلت لكم بقى على فيها انا كنت هفرم فيها اللحمه، بس انا خدت كده 4 فصوص توم قشرتهم وحطيتهم في الكبه. وبعدين قلت هفرم اللحمه، ما عرفتش افرمها الصراحه كان فيها حتت من العصب وكده، فما اتفرمتش. اللي عارف لو لحمه من غير عصب وحاجات زي كده ممكن تتفرم في الكبه عادي، الكبه اللي عندي دي. تمام. فزي ما قلت لكم كده جبت بقى سكينه حاميه، وقعدت اخبط على اللحمه بتاعتي دي لما اتفرمت معايا وبقت ناعمه وجميله. يبقى معانا بصل وثوم ولحمه مفرومه لحد دلوقتي. تمام. هتعملي ايه يا ايمان؟ كده حطيت 4 فصوص ثوم قشرتهم وحطيتهم، جيت افرمها ما اتفرمتش. بس الثوم اتفرم طبعا، والدهنه اتفرمت شويه، لكن اللحمة كان فيها نسبة عصب، فبتلف على السكينة بتاعت الكبة. لو عندك مفرمة يبقى دي حاجة تانية خالص. المفرمة ما شاء الله بتفرم، لو قوية بتفرم اي حاجة، عصب لحمة دهنة اي حاجة، مع انها مكتوب عليها اللحمة يعني. بس انا في الاخر عرفت اللي هي المفروض ما تحطش فيها عصب. اي حتة عصبة في اللحمة هتبوظلك الكبة. فخدتها زي ما قلت لكم وقطعتها زي ما حطيتها كده على قرمة الخشب دي صغيرة، عندي واحدة صغيرة، وقعدت اخبط عليها بالسكينة اتفرمت احسن من الكبة. ونرجع بقى زي ما قلت لكم كده، عندي حتة دهنة بتاعت بطن الخروف
كانت عندي محطوطة في الفريزر بقالها فترة، رحت مطلعاها، هي صغيرة مش كبيرة، مش يعني مش كتير. فقلت ايه خليها بقى نعمل بيها النهاردة احلى طرب او كفتة خطيرة. تفل البصل على فصين الثوم مع اللحمة، انا قطعتهم مع اللحمة، هنحطهم كده عليها. اهو بس اللحمة بقت ما شاء الله اللهم بارك، اتفرمت معايا. خدت وقت بسيط بس اتفرمت تمام. آه مش بنوديها عند الراجل اللي بيفرم عند الجزار، عشان اللحمة مش من عنده، مش هيرضى يفرمها لي. حطيت هنا رشة من بيكنج باودر او بيكنج صودا، تدي طراوة جدا. لو حابة هتحطي، مش حباها ده اختياري. طبعا جوز الطيب، فلفل اسود، ملح، البهارات بتاعتنا بابريكا. ولازم تخلطي كويس جدا، ويا ريت تسيبيها ساعة كده او نص ساعة في التلاجة بعد الخليط ده. لو عايزة تزودي الكمية ممكن تفرمي عيش فينو مبلول، بتبليه وتصفيه من المية، او تحطي بقسماط شوية، يعني حوالي 4 معالق 5 معالق بقسماط، يزودوا الكمية شوية تمام. رحت جايبة كده بقى ايه الدهن بتاعي او بطن الخروف بتاعتنا اللي بنغلفها بيها. تروحي بقى حطاه كده لفة زي الصباع معانا، وتحطيها في صينية، في طاسة، في شيش طاووق لو عايزة تشويها على الفحم، وتملي الصينية. انا بحطها الصراحة في الصينية واحطها في الفرن حوالي نص ساعة. بعد كده اسيبها، هي بتبقى كده بالشكل ده. وهنروح بقى جايبين المصفى بتاعتنا وحاطينها، وكون طبعا مسخنين حتة فحمة مولعة، ونجيب شوية سمنة او زيت من الطاسة اللي احنا حطيناها فيها اللحمة ونحطها عليها. غطي بقى كده وشوفي احلى ريحة واحلى طعم هتاكليه بجد. جربوها، يعني خطيرة جدا. تقلبيها بالشكل المعجزة اللي هتحصل، والريحة جماعة حرفيا هتغير مفهومكم بجد. جربوها مش هتخسروا حاجة، خطيرة طعمها تحفة. ويا رب يعجبكم، متنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة. استودعكم الله، السلام عليكم.